نوها بنت جميلة وعايشة مع أبوها في قرية منطقة ريفية، وهي وحيدة أبوها وحاسة إن هي جميلة. كل ما يجيلها عريس تقول لا مش عايزة، أنا مش هتجوز دلوقتي. لغاية ما أبوها قال لها يا بنتي أنت كبرت ولازم تتجوزي، وأنا راجل ممكن أسيبك في أي وقت، وأنت لا ليكي لا أخ ولا ليكي قريب، وممكن أنا أقلق عليكي لو جرى لي حاجة في الظروف اللي أنا فيها دي. أنا أي عريس هيجيلي هلاقيه مناسب أنا هوافق عليه. قالت له حتى لو أنا مش موافقة يا والدي. قال لها أيوه، أنت مش عارفة مصلحة نفسك ومش عارفة إن أنا ممكن أسيبك وممكن أقلق عليك. اتقدم لها عويس اللي هو شاب من البلد ريفي بيتعود يلبس جلابيه وبيزرع ارضه، عنده ارض وعنده بيت ملك، فابوها شاف ان هو مناسب ليه، وهي ما لقيته ان هو مش مناسب خالص، ده انا رفضت الاحسن منه، ازاي اخد عويس؟ قال لها انا قلت هتاخديه وحطيت معاه ميعاد الفرح. البنت جالها اكتئاب، اتجوز عويس ازاي؟ يا والدي انا مش طبيعي خالص ولا يقدر يعيش معايا. قال لها انا حددت الميعاد وانت حره. عويس فرحان والدنيا مش سايعاه، وقعد يجهز في نفسه ويجهز في بيته، ويوم الفرح مصدق ان عروسته دخلت الشقه، ومن باب الشقه وهو عمال يقلعها في الجلابيه عشان يبدا دخلته. على ما قرب عويس من عروسته ويبدا ليلته لقاها بتصرخ صرخه خوفته، اتهز ما قدرش يكمل، خرج من الاوضه خايف ومرعوب. في ايه يا بنتي؟ لقاها برضه بصرخ. سابها وعدى الليله بعيد عنها، وتاني يوم حاول يكرر الكرة ما فيش فايدة. البنت خايفة بطريقة فظيعة وبتصرخ بطريقة مخيفة بتخليه أعصابه بتتعب بيقدرش يكمل. فضلوا أسبوع بالمنظر دوت، لا عارف يدخل ولا قادر يسكت، لغاية ما في يوم لقاها بتقول له أنا بكلم صاحبتي دلوقتي في التليفون وبقول لها على حكايتي، قالت لي إن في شيخ كويس بيحل الحاجات دي. قال لها احنا وصلنا للمشايخ، على العموم ماشي. فين هو الشيخ ده؟ قالت له اسمه الشيخ خليل، وده تليفونه. قال لها يا شيخ خليل مفيش حد في بلدنا اسمه الشيخ خليل. قالت له ما هوش من البلد، ده معرفة واحدة صاحبتي. ولا بلاش؟ قال لها بلاش هاتي. قام مسك الورقة من ايديها وراح متصل بالراجل قدامها. الراجل قال له طيب انت بيتك بعيد عليا، بس انا هاجي لك يوم الخميس الساعة 2. عويس بقى فرحان وبيعد الدقايق والساعات عشان يقابل الشيخ خليل يحل له عقدته ويدخل على عروسته. جت الساعة 2 والشيخ خليل جه. عويس لقى الشيخ خليل ده شاب من دوره. قال له هو انت الشيخ خليل؟ ده انا فاكرك راجل عجوز. قال له مش بالسن، المهم العلم، انا علمي كبير قوي في المجال ده. قال له المهم تخلص لي انا موضوعي، انا مش عارف اخش على عروستي. بص لقى الشيخ خليل عينه عماله تجيب البيت فوق وتحت والسقف والارض. قال له في ايه يا شيخ خليل؟ قال له ما حدش دخل عندك من المشايخ قبل كده؟ قال له لا. هيخشوا له ليه؟ قال له بيتك فيه كنز كبير جدا وسرداب وانا شايفه بعينيا. قال له سرداب وكنز يعني ايه؟ قال له كنز كبير جدا ده فوق ال100 مليون ممكن تلاقيها في الكنز ده. خليل عينه برقت ومبقاش مصدق. فضل عويس مبرق عينيه مش مصدق نفسه لما لقى الشيخ خليل بيقول له هي فين العروسه اللي انا هجايه عشان خاطر اعالجها؟ قال له عروسه؟ عروسه؟ ده انا بقالي اسبوع ما دخلتش، بس بجمله الايام واحكي لي موضوع الكنز ده. قال له الكنز دوت مش اقل من 100 مليون وانا ليا 20 لما نفتحه. قال له كلام زي ما يكون بجد. قال له طبعا بجد. عويس ندهى للعروسه تيجي تسلم على الشيخ، سلم عليها وهو مش مهتم وعمال يبص في البيت فوق وتحت ومركز في السقف وفي الحيطان وفي الارضيات. وشويه وبدا الشيخ يعزم تعزيمات ويقول طلاسم، ولقى نفسه بيسمع كلام خلاه يجري وفتح باب البيت بتاع عويس وطلع يجري وقال مش ممكن مش ممكن. فعويس قال له في ايه وجري وراه لغايه الشارع. قال له في ايه يا شيخ خليل؟ قال له مش ممكن اللي انا سمعته دوت ده حاجه مش ممكن. عويس قال له في ايه بس احكي لي. قال له الجن الحارس طالب حاجات نكسه. قال له حاجات نكسه ازاي؟ اتبول لهم يعني على الكنز ولا اعمل ايه؟ قال له لا مش ده هو عايز حاجات نكسه. قال له يعني ايه بس فهمني. قال له الجن عايز ان انا اجامع زوجتك قبل ما ادخل على الكنز عشان يفتحوا لي. وانا قلت لهم مش ممكن، ده مستحيل اعمل حاجه زي كده ابدا. وبدا خليل يمشي ويسيب عويس. عويس ده الاول استنى بس يا شيخنا، يعني هم مش ممكن يطلبوا حاجه غير كده؟ قال له لا ما هم ما طلبوش غير كده، مصممين عليه وعارفين ان الكنز غالي قوي عشان كده بيطلبوا حاجات مستحيله. خليل لف ضرف دماغه قال لي يعني هو الحل دوت هو اللي هيخلي الكنز يتفتح؟ قال له ايوه. قال له طب انا هقنع مراتي والموضوع ده خليه ما بيننا. الشيخ قال له يعني انت مصدق الكلام دوت هتوافق؟ قال له طالما انت بتقول ان هو كلام حق وحقيقي وعملته قبل كده خلاص ما حدش هيعرف، ونفتح الكنز وخد نصيبك وكل مين واحد حاله. انا هروح البيت اقنع مراتي وشوف اللي هيجرى ايه.
راح عويس على البيت وبدأ يحكي لعروسته اللي صرخت قالت له: بقى يا راجل عايز تدخل واحد غريب؟ ده انت اللي جوزي ما دخلتش عليا، بترضى انت تدخل عليا واحد غريب؟ عويس قال لها: معلش ده هي مرة وهناخد الكنز. هقول لك حاجة، هقسمها لو انت بالنص، انت النص وانا النص، بس انت خليها بيني وبينك، والشيخ عويس خليل ده مش هنشوفه تاني ابدا. اتخيلي كده لما يبقى معانا المبالغ دي كلها هنعمل ايه؟ ده انا هشتري القرية دي كلها. قالت له: قرية ايه يا مجنون انت؟ ده احنا نشتري المحافظة. وبدأت هي بان ان هي مقتنعة، وقالت له: طالما انت شايف كده ماشي. عويس نده على الشيخ خليل وقال: ادخل يا شيخ خليل وسمي بالله. دخل الشيخ خليل مع العروسة وعويس بره، وسمع صريخ العروسة. قال له: يلا عشان تعرف اللي انا بقاسيه واشوفه. ايه الصريخ يعلى ويقول لها: معلش والنبي معلش عشان الملايين يا عروستنا، معلش استحملي يا نهى. طلع الشيخ خليل مش مبسوط من الأوضة. عويس قال له: في ايه؟ قال له: ما فتحوش بعد اللي احنا عملناه دوت، برضه الكنز ما اتفتحش وما قالوليش سر المفتاح ايه؟ قال له: طب والحل؟ قال له: هاجي بكره واشوف. جه تاني يوم الشيخ خليل وعمل الطلاسم بتاعته وقال له: ده هم طالبين ان ندخل عليها مره تانيه. عويس قال له: تاني؟ هدخل اكلم نهى. قال لها: يا نهى استحملي معلش مره كمان وخلاص، ده الكنز قرب يتفتح. وهقول لك حاجه، المره دي هديك 60% منه. نهى قالت له: طب ماشي طالما فيها مصلحه. دخل الشيخ خليل وطلع، وبرضه نفس الحال. فضل بالحال دوت 5 ايام. اليوم الخامس خرج من الاوضه وبص لعويس، فعويس قال له: ايه في ايه؟ عايز مني ايه؟ قال له: لا ما تفهمنيش غلط، ده هم عايزين نضربك على الاب كرباج. عويس قال له: ايه تضربني؟ قال له: ايوه عشان بس الكنز يتفتح. قال له: طب ماشي. قام مكتف عويس بيه حبل ونزل فيه ضرب. عويس وهو بيتضرب بدأ يفوق، بدأ يحس ان الكلام كله اللي بيتقال ملوش اي سند ولا دليل. وجت في دماغه فكرة ان هو يراقب الشيخ خليل وهو مروح. وفعلا خرج وراه، خرج ورا الشيخ خليل بعد ما خرج من عنده، ومشي وراه لغايه ما راح بلده. وهناك سأل الناس عن الراجل اللي في البيت ده مين، وعرف ان هو لا شيخ خليل ولا ليه حاجه بالدجل، وانه نصاب وعيل تلفان واهله غضبانين عليه. عاوز حس ان هو اتضحك عليه واتنصب عليه نصبه كبيره قوي. راح على المركز وراح ببلغ عنه، ولما جابوه حققوا معاه اتضح ان هو اصلا على علاقه بنهى، وهي فكرت التفكير ده عشان يخش البيت ويعملوا اللي هم عايزينه تحت مسمع ومرأة من الزوج اللي بيشجع اللعبه الحلوه، وقاعد يقول لها: يلا يا نهى معلش يا نهى واستحملي يا نهى. هنا خليل عويس راح متهم نهى والشيخ المزيف بالزنا. فالنيابه قالت له: اللي اتعمل ده كله كان برضاك، تتهمها بالزنا ده ايه؟ وبالفعل الشيخ خليل خد اخلاء سبيل وخرج من الاسم، محدش متهمه بحاجه، لان كل اللي عمله ان ضحك على واحد مغفل، واللي عمل كله برضا الزوج وبموافقته وتشجيعه وبتسقيفه على اللعبه الحلوه. شد حيلك يا نهى، برافو يا نهى. ما هو الطماع بيلاقي دايما مصيدة.